قلت ليه اعطيني مذكره كتقول بان خصني هادشي مذكره وزاريه، ما بغاش يعطيها لي، قال لك سير قلب عليها انت راسك. مع من غندوي انا؟ السفاره ما كتجاوبش. يعني رفض جواز السفر بحجه انك ما عندكش شهاده السكن. ما عنديش شهاده سكن. وكيف ما كتعلم بان شهاده السكنه خاصها بطاقه الاقامه الايطاليه، ديال والبطاقه الايطاليه خاصها الباسبور. جواز السفر. ونتوسل الى السيد القنصل العام ببولونيا أن ينظر لهذه الحالة الإنسانية. على راه ما فيهاش غير هذا الاخ جواد، راه كاين عدد كبير، ولكن وزاره الخارجيه حنا نتواجد امام القنصليه العامه للمملكه المغربيه بولونيا. كتشاهدوا معنا المواطن المغربي الذي يحتاج لتسويه جواز السفر ولم يعطى له جواز السفر بحجه لم توجد له شهاده السكنه. وكما تعلمون شهاده السكنه يجب عليها السيجور، بطاقه الاقامه الايطاليه. فلهذا فالاخ جواد يحتاج من الصباح لكي ياخذ جواز السفر. وهذا لا يقتصر على المواطن المغربي، كما تشوف اعداد من المغاربين سيحصلون في هذا المأزق اللي هو جواز السفر. نطلب من وزاره الخارجيه ان تلقى حل سريع لهذا المشكل الذي سيؤزم بعد الازمه، سيؤزم الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. وشكرا عبد الرحيم ولوجي.